ازيكم يا بنات، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. تعالوا النهارده بقى هعمل لكم ورقه سجق، بس حكايه. الطعم والشكل خطير والريحه مش عايزه اقول لكم. يلا نبتدي على طول. عندي هنا جريل كده، جبته مسحته كده بحبه زيت صغيرين، وبعد كده هنزل بالسجق ياخد صدمه وياخد برضو التطليعه الحلوه دي. ماشي، عشان خاطر ما ينفعش نحط السجق على طول ني كده في قلب البرام وندخله الفرن. لازم نتاكد ان هو ايه، دخل في التسويه، عشان نضمن ما يبقاش فيه لا زفاره ولا اي حاجه خالص، واللحمه يكون مستويه. ورص كده بقى السجق بتاعك كده بقى، وشم الريحه الجميله اهوت. وادي ايدك فيه على طول عشان خاطر ايه ما يتلسعش منك قوي. ماشي، خلاص كده. اول ما اتاكد ان هو خلاص كده خد الصدمه بتاعته وغير لونه، هطلعه بقى كده على طول، وهنزل بقى ايه ببقيه الخضار. خلاص كده، خلاص كان خلص. هو كده نص سوا، ما استواش كله يعني. في نفس الجريل برضو كده بنفس ريحة السجق والحاجة اللي هي فيها زي ما هي، عشان برضو ايه الخضار ياخد من نفس التطعيمة بتاعة السجق. نزلت كده بالبصل كده الجوليان والفلفل الشرايح. برضو لو عايزة تحط فلفل الوان ماشي. حامي برضو كان حطيت حامي على رومي. ونزلت كده بحتتين دهنة، وايه وصباع وعود قرفة. عود قرفة صغير، عشان برضو كده تعطي طعم معانا كده وريحة حلوة. وحبة ملح كده صغيرين، وفلفل اسمر. طبعا احنا مش هنكتر من التوابل قوي، عشان خاطر السجق اصلا بيبقى جاي متبل من عند الجزار. ولا لو ناعم. وهننزل بحبة كمون صغننين خالص. بعد كده خلاص بقى شوحي كده بقى الخضار بتاعك، الريحه بتاعته تحفه، والجريل بيعطي ريحه حلوه قوي برضو زي ما قلت لكم، جميل. ويدوبك بس تدبل بس كده حاجه بسيطه، وتاخد اللسعه كده بتاعت الجريل. خلاص كده اهوت يعتبر خلاص دخل في التسويه. هو انا بقى ايه خلاص طلعته كده نزلته من على النار. وجبت كده بقى صينيه كده بقى، وقمت نازله عليها بورق فويل. طبعا احنا هنحط طبعا ورق زبده تاني، عشان ما ينفعش نحط الفويل على الاكل على طول كده، غلط، مش هيبقى كويس على الصحه. بننزل بقى كده بورقه فويل واحده، وممكن ننزل واحده تانية كده قصاد منها بخلف خلاف، عشان السجق بتاعنا ما يخرجش من الجناب. فانتي قفلها كويس بس كده. وبعد كده ايه هم نازل دلوقتي كده بالبصل والفلفل اللي احنا تبلناهم. وهنزل بقى بكيس صلصه كده صغنن، عشان بقى يعطي كده ايه جوسي كده للسجق كده، ويبقى طعمه حلو. وننزل هنا بقى بالسجق كده، ونديله كده تقليبه كده مع الصوص اللي احنا عاملينه، عشان كله ياخد من طعم بعضه. وقفلي بقى كويس. طبعا هو مستوي نص سوا، يعني نص ساعه مثلا بالكتير في قلب الفرن ويكون خلاص. طبعا انا هخرجه قبل النص ساعه كده، هعمل فيه تكايه كده حلوه ان شاء الله، يا رب تعجبكم. وهتغير خالص طعم السجق، هتوديه في حته تانية خالص. قفلي بس كده كويس، عشان خاطر البخار اللي جواه يسوي السجق و... ويبقى كويس. وعلى الفرن على طول. طبعا كنت مسخنه الفرن من قبل منها، عشان ايه ما ياخدش معايا تسويه. هنا بقى كنت خلاص خرجته في نص التسويه بتاعته، يعني قبل ما يخلص كده ب5 دقايق. طبعا استنيت عليه لما يهدى شويه، عشان خاطر كان سخن جدا، ما كنتش عارفه افتح الورق. وبعد كده ايه وسعت هنا كده، وسع كده مكان حته فحمايه كده احطها فيه. الفحمايه بقى ديت هتقلب معاك الموازين خالص، هتخلي لك السجق ده بقى في حته تانية خالص، يعني مع اضافات كمان مع الجريل. لا ده هتخليها حاجه تانية خالص بقى. وقفلت عليه كده بسرعه، وقمت مدخلاه تاني في قلب الفرن يكمل 5 دقايق بتوعه. وهنا خلاص بقى كان ايه، كنت بقى بحضر بقى الايه الفينش الاخير، الحاجه الساقعه المخلل كده. وهنا بقى السجق كان طلع اهوت. الريحه عايزه اقول لكم جباره، والطعم كان حكايه اكتر واكتر. ويا رب الوصفه تكون سهله وتكون عجبتكم. واشوف وشكم على خير. باي باي.